صباح الخير ومساء يا جدعان، وفيديو جديد من كتاب السيرة أليكس فيركسون. أحسن نصيحة جات لي من الإعلام كانت من واحد صاحبي اسمه بول دوهيرتي، واللي كان في قناة جراند. وقتها بول كان شاب كويس، جالي وقال لي: أنا شفت مؤتمراتك ولازم أقولك على حاجة، أنت لازم تتخلى عن الماتش، أنت بتظهر لهم قلقك. بص في المراية وحط وش أليكس فيركسون. إنك تظهر محاصر ما كانتش طريقة صح في إنك تواجه الصحافة أبداً. إنك تبين التعذيب اللي بتعاني منه ما كانتش الطريقة اللي بتساعد الفريق يفوز في يوم السبت. بول كان عنده حق لما اداني النصيحة دي. مش هينفع إن أخلي أي مؤتمر صحفي يبقى أوضة تعذيب. لازم أدافع عن كرامة النادي وكل اللي بنعمله. كان مهم إن أكون المتحكم في الأمور وأنا اللي أتحكم في الحوار أوقات. قبل ما أدخل الأوضة دي وأواجه العالم كنت بجهز نفسي ذهنيا ونفسيا. الخبرة برضو ساعدت في ده. وصلت لنقطة في الآخر خالص إني أكون عارف الصحفيين عايزين يوصلوا لإيه. أوقات كانوا بيتفقوا هيقولوا إيه في المؤتمر، أنت هتبدأ بكذا وبعدها أنت هتدخل على الموضوع ده وهكذا. كنت بقدر أقرأهم كلهم، ومع الوقت والخبرة كسبت المهارة دي طبعا. كنت بحب لما يطول صحفي فيهم في السؤال، لأن ده هيديني فرصة أفكر أكتر في الإجابة. أصعب الأسئلة كانت أقصرها: ليه كنتوا سيئين النهاردة؟ النوع الحد من الأسئلة ده بيخليك تطول في الإجابة وتخلص تلاقي نفسك في الآخر بتتكلم عن حياتك كلها ليهم. في طريقة علشان ما تظهرش نقط ضعف فريقك، وده اللي لازم يكون دايما أولوياتك أصلا، لأن وارد يكون عندك ماتش تاني بعد 3 أيام. وقتها الفوز بنقط الماتش أهم بكتير من الفوز بنقط في مؤتمر صحفي. في هدف كمان، وهو إنك ما تعملش من نفسك أضحوكة بإنك تجاوب بغباء. وهي دي الحاجات اللي كنت بفكر فيها لما كنت بروح أقعد على كرسي الاستجواب الساخن ده. المهارة والوعي والتركيز كل ده أخد مني سنين لحد ما وصلت ليه. أنا فاكر في مرة وأنا لسه لاعب صغير طلعت في لقاء أشتكي على التلفزيون بعد ما توقفت 6 ماتشات من الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم. أنت بتبقى فاكر إنك لازم تثير الانتباه، لكن ده مش صح أوقات، لأنك ممكن تقول شيء تندم عليه جدا. قلت وأنا معترض على قرار الإيقاف: أيوة، هي دي بقى لجنة الاتحاد الاسكتلندي الفاسدة. المهم في الآخر لقيت نفسي قاعد بشرح تعليقي ده بعد ما طبعا وصل للاتحاد في دقايق. أكبر مشكلة حصلت معايا كانت مع البي بي سي، والموضوع ده قعد حوالي 7 سنين. كان في مضايقات كتير بالنسبة لي، منها كانت مقالة في ماتش اوف ذا داي. لكن اللي زود الموضوع أكتر كان برنامج وثائقي اسمه فيرجي وابنه، واللي نشروه في 27 مايو 2004 على قناة بي بي سي 3. واللي حصل في الوثائقي ده إنهم هاجموا هجوم عنيف على ابن جيسون. بصوا لانتقال يابستام لروما وماسيمو تيبي لريجينا إن جيسون ليه علاقة وهو وإليت سبورتس ايجنسي. قبل ما يطلع البرنامج ده أصلا إدارة اليونايتد كانت برأتنا أنا وجيسون وإليت سبورتس من أي اتهامات، لكن بي بي سي ما اعتذرتش على الاتهامات الغلط دي كلها. كنت عايز أرفع قضية عليهم، لكن المحامي وجيسون كانوا ضد الفكرة. جالي سالمون، وده كان صحفي صديق ليا من وقت طويل، وطلب مني اطلع معاه في مقابله على قناه البي بي سي. قلت له روح شوف البرنامج اللي قناتكم منزلاه عني الاول وقول لي هل ده يليق بقناه في مستوى البي بي سي. لكن سالمون قال لي انه هيحاول ينهي الخلاف ده. خطته كانت اني اطلع وانتقد الموقف في البرنامج، لكني ليه اعمل ده؟ سكاي برضو غيروا شكل الاعلام لما بدأوا وزودوا الحماس كمان. فاكر عضة سواريز في ربيع 2013 اتسألت عنها في مؤتمر صحفي، حطوا عنوان لإجابتي: فيركسون يشعر بالشفقة لليفربول. سألوني سؤال عن سواريز وقلت لهم أنا عارف هم حاسين بإيه، لأن كانتونا اترزع إيقاف 9 شهور بسبب إنه ضرب مشجع بضربة كونغ فو. قصدي كان انسى ال10 ماتشات وجرب ال9 شهور. ورغم ده سكاي استخدموا عنوان بيقترح إني حاسس بالأسى لسواريز. كان في عنوان تاني برضو، فيركسون بيقول إن جوزيه مورينيو رايح تشيلسي. السؤال كان مين هيكون خصمك الأول في السنة اللي جاية؟ قلت لهم تشيلسي هيكونوا وسط أكبر الخصوم في الموسم اللي جاي، وكملت كلامي بإن الصحافة كانت صح، وإن لو مورينيو رجع تشيلسي ده هيكون دافع كبير ليهم. أنت أخدت بالك أنا بحكي في إيه؟ والعنوان بقى فيركسون بيقول إن مورينيو هيرجع تشيلسي. بعدها بعت رسالة لجوزيه بشرح له فيها اللي أنا قلته. مورينيو قال لي إنه عارف وشاف اللي أنا قلته فعلا. العنوان ده
انتشر في كل مكان في العالم، رغم ان فعلا في الاخر مورينيو رجع تشيلسي، لكن مش مهم. علشان كده الاعلام العصري ده حسيته صعب. في اخر كام سنة ليا كان صعب اكون صادق مع الصحفيين، لانهم كانوا بيبقوا تحت ضغط رهيب، لدرجة انه بيكون صعب تثق فيهم. لما جيت مانشستر في البداية كنت حذر برضو من جزء مهم، لكن ما كنتش حذر زي اخر سنيني في التدريب. انا بحس انها شغلانة صعبة جدا على الشباب دول، لانهم بيكونوا تحت ضغط مش منطقي من المديرين بتوعهم. في المؤتمر معايا انسى انك تخرج بره السياق. حذرت صحفيين قبل كده في موسم 2012-2013 لانهم خرجوا بره الموضوع، ومرة واحد تاني قال ان انا وروني مش بنتكلم خالص في الحصص التدريبية، وطبعا ده ما كانش حقيقي، والنادي كله كان يقدر يأكد انه غلط. ما كنتش بقرأ كل الصحف، لكن اوقات طاقمنا الصحفي كان بيلفت نظرنا على شوية حاجات مش مظبوطة. العملية بتاعت متابعة كل الاخبار دي مرهقة جدا. قبل سنين كنت بتفاعل معاهم، لكن ده هيكلفك طاقتك وقتك وفلوسك. ولما يغلطوا وييجوا يعتذروا هتلاقي 40 كلمة موجودين في الصفحة ال11 وكانت بعيدة تماما عن الواقع. طيب ايه بقى الهدف من القصة دي كلها؟ مرة سألوني عن حظر الصحفيين، قلت لكم كذا مرة أنا مش متقبل النسخة بتاعتكم من الرواية. وتاني، أنا كنت في منصب قوة في اليونايتد وكنت ناجح جدا، لكن لو كنت شاب مسكين بيعاني من نتائج مخيبة محور القصة كان هيختلف تماما. أوقات كنت بحس بالشفقة عليهم، لأن المبالغة كانت واحدة من الأسلحة الطبيعية في مجال تنافسي زي ده. الصحف كانت بتواجه قنوات سكاي ومواقع إلكترونية ومواقع تواصل اجتماعي حوار. أي مدرب في البريمير ليج لازم يمتلك طاقم صحفي خبير، شخص عارف الإعلام كويس ويقدر يتعامل مع القصص دي بسرعة. مش هتقدر توقفهم كلهم طبعا، لكن تقدر تحذر الكاتب لو الكلام اللي بيتقال فارغ أو محتاج تصحيح. الشخص الخبير ده بقى هيقدر يخلصك من المشاكل دي. على مدار اليوم سكاي سبورتس شغالة وهيفضلوا يعيدوا القصص كل يوم 24 ساعة. مثلا لو كان بول لامبرت بيعاني من وقت صعب في أستون فيلا، المؤتمر الصحفي هيكون مليان سلبية. شخص واحد بس يعرف الصحافة كويس هيقدر ينقذ المدرب من ده. لما كنت بمر في وقت صعب في مانشستر يونايتد، بول دوهيرتي قال لي انت متوتر، كأنك طعم ليهم. قبل ما تدخل المؤتمر الصحفي خش بص على المراية وامسح وشك وابتسم، جمع انت عايز تقول ايه، وتأكد من انهم مش هيقدروا يقضوا عليك. ودي كانت نصيحة أسطورية، وده اللي لازم تعمله طول الوقت. لازم تساير الوضع. اسأل نفسك سؤال طبيعي، وهو هل حاسس بالضغط؟ أكيد طبعا انت حاسس بالضغط، لكن اوعى تديهم فرصة انهم ياخدوا بالهم. كنت بعمل مؤتمراتي الصحفية قبل التدريب. كتير من المدربين بيعملوا مؤتمراتهم بعد التدريب، وقتها انت هتبقى بتركز على التدريب اكتر من المؤتمر. لما كان بيبقى عندي مؤتمر صحفي الساعة 9 الصبح، كان بول تاونسند مدير الإعلام في نادينا بيخلص لي كل حاجة وإيه اللي هتوقعه. مثلا كان يجي يقول لي ممكن يسألوك النهاردة عن عضة سواريز، أو فضيحة جودلفين في السباق، أو تقديم عرض اللاعب زي ليفاندوسكي. كنت دايما ببدأ كلامي باللاعيبة المتاحين للماتش، وبعدها التركيز يتحول لمواضيع حوالين الماتش. أنا كنت في العادي كويس في المؤتمرات الصحفية، لكن أصعب تحدي كان هو إزاي هتتكلم عن مشاكل التحكيم السيء. غرموني كتير بسبب تعليقاتي عن التحكيم. معظم الحكام دول بيبدأوا من سن ال16 تقريبا، بيكونوا لسه أطفال، لكن بتعجبني الرغبة في إنهم عايزين يبقوا حكم. اللعبة هتحتاج ده. كنت عايز دايما أشوف حكام زي الإيطالي روبرتو روسيتي هنا. كان راجل طويل وقيادي وشخصيته متسلطة، كأنه ملاكم. كأنه بيطير فوق الملعب وبيقدر يهدي أي لاعب. كان بيتحكم في الماتش بجد، وأنا كنت بحب أشوف الحكام المسيطرين زي ده. كنت بستمتع لما بشوف التحكيم الصح وهو بيتطبق. كان صعب إنك تتخلص من أي حكم في البريمير ليج بسبب قلة كفاءته أو أيا كان السبب، لأن كلهم كان عندهم محاميين، والجمعية دي قوية جدا. ضيف على ده إن الحكام الشباب لسه مش بالقوة المطلوبة علشان يحكموا ماتشات في الدوري الإنجليزي، وده السبب في إنهم متمسكين في الحكام اللي عندهم دلوقتي. التحكيم كان الجزء الوحيد في اللعبة اللي ممكن كان لازم أحاول أتجاهل إن أتكلم فيه، لأن ببساطة الأسبوع الجاي ممكن أنا اللي استفيد بقرار تحكيمي، ووقتها الهجوم أو الغضب بسبب قرار واحد غلط كان هيبان إنها عجرفة مني. أنا شخصياً أحب أشوف الحكم بلياقة بدنية عالية،
ما اعتقدش ان مستويات اللياقة العالية دي موجودة كتير في الكرة الإنجليزية. المسافة اللي بيقدروا يقطعوها المفروض ما تكونش المقياس الصح. المفروض تكون سرعتهم في الجري حوالين الملعب هي المقياس. ليه بقى؟ لأن لو في هجمة مرتدة، هل هيقدر الحكم يوصل من يمين الملعب لشماله في الوقت المناسب؟ علشان أكون عادل برضو، في استثناءات لكلامي. يعني مثلا ماتشنا قصاد الأرسنال في 2009 في دوري الأبطال، لما كان روسيتي الحكم كان لسه قدامه 20 ياردة تقريبا ورا، واحنا كنا سجلنا الجول خلاص. احنا خدنا 9 ثواني بالظبط علشان نسجل. يعني مطلوب من الحكم يجري 100 ياردة في 9 ثواني. عداء سريع فشخ زي بوليت بس هو اللي يقدر يعمل ده. حسيت ان اتحاد الكورة كانوا بيستهدفوا الاشخاص المشهورين اكتر، لانهم هيجيبوا لهم الشهرة اللي عايزينها. فاكر حادثة روني لما خد ايقاف 3 ماتشات لانه ظهر بيشتم قدام الكاميرات؟ والسبب ورا الايقاف اكيد مش لان الاطفال ما ينفعش يشوفوا لاعب كرة بيشتم قدام التلفزيون، لان كام مرة شفنا لاعب كرة بيشتم قدام الكاميرات طول السنين اللي فاتت. سلوكنا في الماتشات الكبيرة كان في العادي ممتاز. واحدة من الصحف اتكلمت عن حادثة أندي ديورسو على إن روي كين ويابستام بيضايقوه. اتعاملنا مع الموضوع ده بحدة شديدة. طلعت وصرحت إن ده ما يخصش حد، دي بطولة كاس الرابطة مش بطولة كاس اتحاد الكرة الإنجليزي. لما انتقدت ألين ويلي بسبب لياقته البدنية في خريف 2009، كنت بحاول إن أوصل نقطة أكبر، وهي لياقة الحكم مهمة. لأن في رأيي ويلي وقتها وزنه كان زايد لما انتقدته بعد التعادل 2-2 مع ساندرلاند في الأولد ترافورد. التعليق اللي سبب لي مشاكل كان سرعة الماتش النهاردة كانت عايزة حكم بلياقة بدنية كويسة. حكم النهاردة بعيد تماما عن ده. روحوا شوفوا الحكام في الدوريات التانية بيجروا زي كلاب الصيد، وويلي كان بيحتاج ياخد 30 ثانية علشان يرفع كارت اللاعب. كان بيحتاج راحة. الموضوع سخيف. اعتذرت بعدها لأي سوء تفاهم لويلي، ووضحت ان نيتي كانت ان اوضح مشكلة كبيرة موجودة في اللعبة. وبعد 16 يوم من ماتش ساندرلاند، الاتحاد اتهمني بسلوك غير مقبول ووقفوني ماتشين. قبل كده برضو لبست غرامة وإيقاف 5 ماتشات بعد ما علقت على الحكم مارتن كلاتنبرج. انا ما حسيتش ان عندنا حكام جامدين في البريمير ليج والوقت طويل في مسيرتي. عارف ان جراهام بول كان عنده سجل كويس، وده كان بيديله شوية غرور برضه، لكنه كان يمكن افضل حكم في الفترة دي. لما يجي حكم يتحط وسط 44 ألف مشجع في الانفيلد او 76 ألف في الأولد ترافورد ويدي قرار ضد الفريق المستضيف والمشجعين يصيحوا عليه، ده صعب جدا. جزء من الحكام هيتأثر من الضغط ده، وده حوار تاني. لازم تكون حكم بيقدر يدي قرار ضد الموجة او ضد الجمهور. الانفيلد على الاغلب كان اصعب مكان للحكم بانه ياخد قرارات موضوعية، لانها كانت بيئة مغلقة جدا، والجماهير بتكون عاملة ضغط على اي حكم. والكلام ده مش لليفربول بس، ده في كل مكان في اللعبة. قبل 40 سنة الجماهير ما كانتش هايجة زي دلوقتي كده. وفي فكرة يمكن تكون كويسة لو يروح الحكم في مؤتمر صحفي بعد الماتش ويشرح قراراته. مثال، أنا كنت متشوق أسمع جدا رأي الحكم التركي اللي دار لقائنا في دوري الأبطال قدام ريال مدريد في الأولد ترافورد في مارس 2013، وإني أسمع اللي بيقوله عن طرد ناني، واللي كانت صدمة. مؤتمر صحفي للحكم يمكن تكون فكرة أو خطوة كويسة لقدام. مش هتقدر توقف التطور كده كده. بص على جزم الكرة حاليا. أنا كنت ضد فكرة الجزمة الجديدة دي، خلي بالك، لكن الشركات المصنعة كانت بتدخل مبالغ ضخمة للعبة ومحدش قدر يوقفهم. مستوى الحيل زاد قوي وبقى مختلف. يعني دلوقتي هتلاقي الأطفال بيجيبوا جزم وردي أو برتقالي. كجمهور ومشاهدين مش هنكون مبسوطين أبدا من الحكم، لأننا كلنا بنكون منحازين لفريقنا. الحكام اللي بياخدوا الشغلانة وظيفة دايمة على الأغلب مش بينجحوا فيها أو مش بيكملوا فيها. مفيش شخص هيقدر يتابع النظام التدريبي اللي بيقدمه لجنة الحكام لو كان بيسافر كل يوم من مدينة لمدينة علشان يوصل لمقر التدريب. لو قلنا مثلا اننا وقعنا مع لاعب من لندن، هنجيب له بيت في مانشستر زي ما حصل بالظبط مع روبن فان بيرسي. لكن فكرة ان الحكم يبقى عايش في مدينة والنظام التدريبي في مدينة تانية ويسافر كل يوم، دي صعبة قوي. لو عايز نظام تحكيمي محترف يبقى لازم تتعامل باحتراف زي أندية البريمير ليج، خصوصا مع الفلوس اللي معاهم دلوقتي. مايك رايلي رئيس لجنة الحكام قال ان ناقصهم فلوس علشان ينفذوا خطوات زي دي. ده كلام سخيف، خصوصا مع وصول الأرباح 5 مليار اللي بياخدها الاتحاد من بث التلفزيون بس. في أوروبا
حكام دوري الأبطال بيكون عندهم غرور لأنه مش هيشوفك تاني الأسبوع اللي جاي زي ما في الدوري. 4 نهائيات، وكان في نهائي واحد بس الحكم كان يعتبر إنه حكم عالمي، في النهائي قصاد بايرن سنة 99. كنت موجود في ماتش اي سي ميلان والإنتر لما قال لي واحد من كبار مشجعي الإنتر: تعرف إيه الفرق بين الإنجليز والطليان؟ في إنجلترا مش هيفتكروا إن الماتش فاسد أو مفهوش غش، في إيطاليا مش بيفتكروا غير إن الماتش فاسد وفيه غش. الحكم لازم يكون قادر ياخد القرار، وكتير منهم مش بياخدوا القرارات بسرعة. العنصر الإنساني بيتدخل في الموضوع، والحكم كده كده ممكن يغلط، لكن الحكم الكويس هو اللي يقدر ياخد أكبر عدد من القرارات الصح. واللي بياخد قرارات غلط ده مش معناه إنه حكم سيء، هو بس بيفتقد الموهبة في إنه ياخد القرار الصح بسرعة. نفس الشيء كان بيحصل مع اللعيبة. إيه اللي بيفرق في التلت الأخير في الملعب؟ إن اللاعب ياخد القرار الصح في وقت ضيق وبسرعة. لو بدأت من الأول تاني كنت هجبر كل لاعب إنه يتعلم الشطرنج، لأن ده هيديهم القدرة على التركيز. لما هتتعلم الشطرنج لأول مرة ممكن ياخد الموضوع منك 3-4 ساعات علشان تنهي اللعبة، لكن لو هتتقن الشطرنج السريع بتاع 30 ثانية، قرارات سريعة تحت ضغط كبير، هي دي بالظبط الكورة.